المهندس البصري اللي أعاد صياغة السينما التجارية في مصر. مروان من أهم المخرجين في الألفية الجديدة، اللي كسروا القواعد وحولوا السينما من مجرد حدوتة لتجربة بصرية ما بتتنسيش. عنده قدرة غريبة إنه يستخرج من الممثل نسخة هو نفسه ما يعرفهاش. المخرج اللي اتعامل مع النجوم نور الشريف، عادل إمام، أحمد عز، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، هند صبري، منة شلبي، محمود عبد العزيز، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو واكد. قدر يخلي كل واحد في دول شخصية ما تعودناش عليها. قدر يخلينا نصدق جنون يحيى راشد، ونخاف من هيبة عبد الملك زرزور، ونتعاطف مع انكسار شريف الكردي. قدر يلعب على أوتار النفس البشرية ببراعة. هو مش بس بيخرج مشاهد، هو بيصنع فن يعيش سنين في عقل المشاهد. هو اللي غير خريطة السينما المصرية في العيد. مين كان يتخيل إن فيلم رعب سيكولوجي زي الفيل الأزرق يكسر الدنيا ويتحول لواحد من أنجح أفلام الموسم؟